بيبدأ فيلمنا بمشهد للدكتورة بدرة من الطب الشرعي، وهي بتعاين جثة اتحرقت في عربية في الغابة. وبعد معاينة الجثة اللي ما بيكونش ليها أي ملامح، بتقرر بدرة إن الضحية راجل وإنه اتقتل بره العربية وبعدها اتحط جواها. والدليل على كده إنه لسه لابس حزام الأمان ومحاولش حتى إنه يفكه. ده غير إن في بعض الكسور في جسمه، وده دليل على إنه مضروب، وإنهم لازم يجروله بعض التحاليل علشان يقدروا يعرفوا هو مين. وده لان الجثه طبعا مبقاش ليها اي معالم. وبينقلوا الجثه للمشرحه، وبيتولى القضيه ضابط اسمه فيشال اللي بيوصل للمشرحه وبيبدا يتناقش مع الدكتوره بدره اللي بتعرفه ان الضحيه تعرضت لضرب كتير، وان في كسور كتير في جسمه، وان صوابع ايده كلها متقطعه، وده معناه انه تعرض للتعذيب. وبعد اقتراح من الدكتوره بدره بيتم مقارنه مواصفات الجثه بمواصفات الدكتور سليم اللي بيكون مفقود، واللي بيكتشفوا ان مواصفات الجثة مطابقة تماما لمواصفات سليم. بعدها بيطلب منهم الضابط مايكل انهم يشوفوا الاخبار المنتشرة في التلفزيون عن مجرم في السجن اسمه فيتري، واللي قال قبل اختفاء سليم انه هيقتله ورسم صورته على جدران زنزانته في السجن. وبيروح فيشال على السجن علشان يقابل فيتري، واللي بيكون في مجموعة من المساجين بيهجموا عليه وبيحاولوا انهم يقتلوه، بس هو بيقدر يقاومهم وبيهرب منهم، وبيتدخل الامن وبينقذوه. وبيقابل فيشال فيتري وبيسأله ايه سبب انه راسم صورة سليم على الحيطة، وبيرفض انه يجاوبه، وبيقوله انه يحاول انه يعرف السبب بنفسه. وبيختار فيشال الدكتورة بدرة تكون مساعدة ليه في القضية. وبيحقق فيشال مع فيتري وبيسأله عن سبب المشاكل اللي بينه وبين سليم، وبيقول له فيتري انه خلاص بعد ما قتله ما بقاش فيه ما بينهم اي مشاكل. وبيفتكر الضابط فيشال ان فيتري بيتريق عليه لانه كان مسجون ساعة قتل سليم. وبيسأل الضابط عن واحدة اسمها انجل، واللي بيكون كاتب اسمها على الحيطة، فبيسكت فيتري خالص وما بيتكلمش. ساعتها بتلاحظ بدرة ان انجل اكيد ليها علاقة قوية بالحادث، وبيبدأوا انهم يبحثوا عن شخصية انجل لحد ما بتوصلوا انها واحدة ميتة. وبياخدوا فيتري لحد قبرها عند الكنيسة، وبيسألوا كاهن الكنيسة عن قصة فيتري. وبيقول لهم الكاهن انهم لقوا انجل من 27 سنة على باب الكنيسة، وان اهلها رموها هناك وهي طفلة رضيعة، وان الكنيسة هي اللي قامت بتربيتها، وانها كانت طفلة مسالمة جدا، وكانت كل احلامها ان تلاقي انسان يحبها ونعوضها عن اهلها. ولما كبرت حبها فيتري واتجوزها، وخدها المدينة تانية علشان يبحثوا عن فرصة عمل. وكانت انجل في الوقت ده حامل، ومن ساعتها ما شافهاش الكاهن تاني الا وهي ميتة. وبياخدوا فيتري علشان يرجعوا السجن تاني، لكن بتهاجمهم في الطريق عربية بيحاول اللي فيها انهم يقتلوا فيتري، بس الضابط فيشال بيضرب عليهم نار وبيهربوا. وبيكتشفوا بعدها ان انجل لما ماتت كان سليم شغال وقتها في نفس المستشفى، وان هو اللي كتب تقرير الوفاة واللي بيقول فيه ان انجل ماتت بعد خبطة قوية في دماغها نتيجة حادث طريق. قرر الدكتورة بدرة انها لازم تشرح جثة انجل، بس المشكلة انهم ما يقدروش يخرجوا الجثة الا لما حد من قرايب انجل او فيتري يطلب التحقيق في الحادث من تاني، وبيكون قريبهم الوحيد هو كاهن الكنيسة. وبيروح الضابط مايكل يجيب كاهن الكنيسة، بس بيقابل في الطريق زحمة، ولما بينزل عشان يشوف في ايه في الطريق بيرجع يلاقي الكاهن اتقتل. بعدها بيتحركوا بسرعة على قبر انجل، وزي ما توقعوا بيلاقوا ان في ناس بتحفر قبرها علشان يدمروا اللي باقي من الجثة، بس الضابط فيشال بيقدر انه يتصدى لهم وبيقدر يقبض على واحد فيهم. وبعد اللي حصل ده كله بتوافق المحكمة انها تصدر قرار باستخراج الجثة تاني للتشريح، بس الكل بيتفاجئ لما بيخرجوا جثة انجل من القبر انها لسه سليمة وما اتحللتش. وبتقوم بدرة بتشريح الجثة، وبتكتشف انه ده اول تشريح للجثة بعد ما ماتت، وان قلبها مش موجود في جسمها. وبيروح للدكتور هابلي اللي مسؤول عن التشريح في المستشفى اللي كتب التقرير وفاة انجل، وبيقولوا له انه مطلوب بكرة للتحقيق. وبعد ما بينزلوا من عنده بيسمعوا صوت رصاص، ولما بيجروا عليه بيلاقوه اتقتل. وبيهرب القاتل وما بيقدرش فيشال انه يحصله. بعدها بيقول فيتري البدرة ان اللي اخد قلب انجل هو اللي عليه الدور في الموت. وبتعرف بدرة ان ساعة حادثة انجل وفيتري في ممرضة اخدت مكان زميلتها في اخر وقت ودخلت مع الدكتور سليم، وساعتها اتأكدت ان انجل كانت لسه عايشة هي والجنين، لكن الدكتور سليم رمى الجنين في كيسة وقال انه مات، واخد قلب انجل وهي عايشة عشان يركبه في جسم مريض تاني.
وساعتها أخدت الممرضة الجنين لبيتها عند أبوها اللي كان شغال عامل في المشرحة بعد ما حكت له اللي حصل. وبتحاول بدرة تعرف سليم نقل لمين قلب أنجل. بعدها بيتدخل أبو الدكتور سليم وبيهاجم الضابط فيشال وإنه فشل إنه يقبض على القاتل، وبينقله من القضية بعد التدخل بنفوذه. وبيظهر عامل المشرحة وهو خاطف أبو سليم في مكان مهجور، واللي بيظهر حد من وراه، والمفاجأة لما بنلاقيها الدكتورة بدرة، واللي بنكتشف إنها كانت اتصاحبت على أنجل في رحلة أثناء ركوبهم الأتوبيس مع بعض، ووريتها وقتها أنجل سلسلة فيها صورتها هي وجوزها، وإنهم منتظرين المولودة الجديدة وسايبين لها مكان في السلسلة. وفي نهاية الرحلة ودعت أنجل بدرة، اللي بتكتشف بعد كده إن أنجل نست السلسلة ومن وقتها وهي محتفظة بيها معاها. ولما بتشوف بدرة جثة أنجل في المشرحة بتفتكرها وبتتأثر، وبيشوفها عامل المشرحة وبياخدها لبيته وبيخلي بنته تحكي لها كل حاجة حصلت عن الموضوع. وبتقول بدرة إنهم ممكن يتهموا الدكتور سليم لو جابوا ملف أنجل من الكمبيوتر بتاعه. وبتتبرع الممرضة بنت عامل المشرحة إنها تقوم بالمهمة، وبيشوفها سليم وبيموتها. ولما بيزوروها في المستشفى قبل ما تموت بيكون مدلوق عليها حمض، وبيكتبوا في التقرير إنها مجرد حادثة في المعمل. لكن الممرضة بتقدر إنها تعرف بدرة أسماء الناس اللي شاركت في جريمة قتل أنجل قبل ما تموت. بعدها بتقرر بدرة هي والكاهن وعامل المشرحة إنهم ينتقموا، والكاهن هو اللي كان بيبلغ بيتري يرسم صورة مين على جدران السجن قبل ما يقتلوه. ولما مسكوا سليم علشان يقتلوه اعترف لهم إن هو وأبوه اللي قتلوا الممرضة بنت عامل المشرحة، وضرب عامل المشرحة سليم لحد ما كسر كل جسمه. بعدها حطوه في العربية وولعوها زي ما شفنا في أول الفيلم. بتكون بدرة هي اللي ورا كل جرائم القتل والانتقام. وفي دفن أنجل من جديد بتقابل بدرة فيتري ومعها بنت صغيرة، بتقوله إنهم خلاص انتقموا لأنجل، وبتديه سلسلة فيها صورته هو ومراته وبنتهم، وبيعرف إنها البنت اللي مع بدرة. ولحد هنا بتنتهي قصة فيلمنا. متنسوش تشتركوا في القناة ونشوفكم الفيلم الجاي.